سهله كشعار نحارب الفساد. تحارب الفساد. الا شفتي الفساد عكر لي والله لا شفتيه ما تيبانش تبت ولا تدوز للحبس. حنا غير اللي فاق في الصباح كيجلس في القهوه كيشرب كاسه القهوه كيبدا راه رئيس كتاب بالضبط هذاك راه سرق الفلوس، راه هذيك المؤسسه سرق الفلوس، راه دار هذيك الفلوس، راه هذاك رئيس كتاب بالضبط مصاحب مع واحد الموظفه سميتها فلانه تيوصلني هكا. علاش انا ضد الاطلاع الغير مشروع؟ كتعرف علاش انا ضده؟ لان عندك 800 الف موظف اللي مشى يقضي عنده شي غرض ما بغا يمشي يكتب بالشكايه ديال بالعامه يجيبوه، والله لا فلتوه غير كتوصل الشكايه ديال بالعامه ما كيقلبوا ما كيبحثوا سير يجيبوا. هذاك 800 الف موظف ما يعطيه عقد زياد غادي يدير بيه واحد اخر شكايه ويبقى غادي للكوميساريه وشي سير واجي سير واجي. ما هي الضمانات اللي عند الموظف اللي مسؤول انه غادي يدير بيه واحد الشكايه ما يمسوش؟ عطيني غير ضمانه وحده ما عندوش غير يدير بيه شكايه يقول لها طلب لي رشوه ولا راه هز الفلوس ديال الحاله المدنيه ديال التنبر ويجيبوه غدا ويبحث بحث لا ما كاين والو غير كنبحثوا معاه. سير الفرقه الوطنيه وجاب الفرقه الاقليميه وسير الفرقه الجهويه ورجع بالفرقه الجهويه. وفين غنوصلوا في هذه البلاد؟ وقرينه المراه كاينه في الدستور. سهله كشعار نحارب الفساد. تحارب الفساد. الا شفتي الفساد عكر لي والله لا شفتيه ما تيبانش. كتعرف شكون اللي كيحارب الفساد؟ هو خلق مؤسسات للدوله تكون مضبوطه وغاديه، ماشي المحاكم. هذا غير الشعارات نحارب الفساد. واش نحارب الفساد؟ اول شعار رفع السهم الاله بالكرام الحجه بين قوسين ما دام انتم هذا الموضوع هو محاربه الفساد. هذا هو الشعار ديال 2011 وجا وقال في الجزيره عفى الله عما سلف. انا ما قد عليه ما وصليش ما قربليش. بغيتوا تحاربوا الفساد حينما تضبط النصوص القانونيه والمساطير ما يزهقش الواحد وسير قلب انت على الفساد. اما غير نرفع شعار ويجي لي واحد يدير تقرير يقول لك راه الفساد في المغرب كيوصل 50 مليار درهم. حنا كنشوفوا بعدا شي 50 مليار درهم هذوك كيجي داخل هذو الفساد توصل 50 مليار درهم. حيت استقبلتو قلت له مزيان اعطيني غير بعض المواقع اللي فيها هذا الشيء وانا غادي ندير شكايه ليا بالعامه في بلاصتك. تيقول لي 2% سور ملتيبليي بار ديفيزي بار. هذا هو الفساد قضي الغرض بنا. في الأردن سولت المؤسسة ديال الفساد قلت له اشرح لي كيفاش كديروا نتوما المحاربة بالفساد. قال لي بسيطة. قال لي حنا الموظف كنحميوه. قلت له كيفاش؟ قال لا يجوز تقديم شكاية في الفساد. حنا إلا عندنا معطيات أو اتصلنا بمعطيات كنمشيو نديروا البحث حولوا المؤسسة إلى ضابطة قضائية وقال لك وكنحيلوا الملف على القضاء. وإذا ثبت للنيابة العامة أن هناك جرائم بانت لها أخرى ليس لها الحق البحث فيه كتردوا ليه وهو كيدير البحث حتى يتحيل النيابة العامة. وما كاينش واحد يدير شكاية وما كاينش واحد. وإلا كتب شي واحد على شي موظف أنه راه تيبي الفساد أو على شي نائب برلماني أو على شي واحد يتابع جنائيا تبت ولا تدوز للحبس. حنا غير اللي فاق في الصباح كيجلس في القهوة كيشرب كاسة القهوة كيبدا. هادشي اللي كاين دابا. هاد البلاد واش هي بلاد المؤسسات؟ واش انتم برلمانيين؟ ديال الدوله وبرلمانيين ديال الشعب والفساد كتهضروا عليه وما قدرتوش تجبدوه؟ واش جبدوه؟ داروا شكايات كبرلمانيين وقولوا راه فلان وهبي راه يسرق فلوس المحاكم وحيلوني. كاين الفساد وفينا هو كاين الفساد. سير قلب عليه انت. اسمحوا لي انا ما جلست في الشارع نقلب الناس يجاوبوا ولا النيابه العامه تجي اللي جابته تقول له يلا. راه دابا هادشي اللي وصلنا له باش نسكتوا اللي جبنا يقول له يلا باش نقولوا للناس راه حنا كنحاربوا الفساد. دابا الفكره شنو هي؟ تكونات لا درنا واحد الفكره ان الفساد راه كاين في المغرب بشكل كبير وصل حاربوه مزيان. الفساد كان كبير مزيان. هادشي كله اللي كيتبنى الطرقات اللي كيتصوبوا وبالفساد. سير شوف الفساد في الدول الاخرين اللي فيها الفساد بالمعقول واش كاينه شي طريق مقاده ولا شي محكمه واقفه على رجليها. لا انتقدونا ما عندنا مشكل. ولكن شوروا على ولاد الناس شوروا على ولاد الناس. واش واحد فيكم واش ما عمر شي واحد فيكم تسال شحال من ملف ديال شحال من نائب برلماني وشحال من رئيس جماعه وشحال من عضو جماعه مشى للمحكمه دوز 3 سنين تحكم بالبراءه؟ ايوا هذاك كنديروا له غنديروا له هذاك. اش غنقولوا له؟ نديروا له حفل رسمي في البرلمان نعتذروا ليه ولا في الجماعه؟
انا كرئيس جماعه والله الا مخلوع، غدا يقولوا لي راه شي واحد تيدير ليسانس وانا ما في راسي كاع، اش غنقول له؟ معناه غدا حتى ما يترشح. لان علاش؟ حتى تاخذ واحد القرار في الصباح، لان في الليل كانت الفيضانات، واش غدير لابيل ضفر باش تصوب مجاري المياه؟ واش غدير لابيل ضفر باش تجيب؟ راه حتى القوانين مؤهله باش تاخذك للحبس، حتى القواعد القانونيه اللي كتنظم هذا الشيء المجالس غاديه بك للحبس. وزيد وزيد وزيد. لهذا انا ما عندي مشكل نحارب الفساد، ولكن نحاربوا بالمعقول ماشي بالشعارات، نحاربوا بالملفات. انا حيت تكتب لي الفساد تقول لي ما عندي حتى مشكل، غير تبت لي راه كتبوا لي هكا عرام تجيني في النهار عرام. راه رئيس كتاب الضبط هذاك راه سرق الفلوس، راه هذيك المؤسسه سرق الفلوس، راه دار هذيك الفلوس، راه هذاك رئيس كتاب الضبط مصاحب مع واحد الموظفه سميتها فلانه، تيوصلني هكا. راه عندي هنايا كذا، تنختار البعض كنقول لهم بحثوا لي والو، واش كيجيك؟ كيجيك والو. في الاخر ولا كيوصلني داكشي كاع ما موقع، ما فيه كاع السميه. تقول لهم والله انا نحميك. واحد نوض لك، واحد صدع له علينا في الوزاره، قال لك مالو؟ قال لك واحد السيد دار عطوه خبير ما عندوش الصفه باش يكون خبير. قلنا له مزيان، كتب لي عافاك كتب لي. لقينا عنده هذاك حل المكتب في العماره اللي فيها هذاك سيتو، ما كاين لا هذا. قلبنا لقينا عنده لي ديبلوم ديال انه يكون خبير. وكي غدير لهذاك كتب لي دابا شكايه، كتب بها انا شكايه النيابه العامه بالوشايه الكاتبه ولا بالكاتب ولا بازعاج السلطات، واش غندير له؟ ها هو كتجي عندك وحده كتقول لك انا كتعرض للتحرش الجنسي مزيان، كتجي تتعيط كاع دوك اللي خدامين معاه، تقول لهم واش كاين؟ تقول لك حنا هذا الموظف خدامين معاه ما تعمر تعرض لينا. علاش يا بنتي تعرض لك انت بوحدك؟ بغيت غير نفهم هذا الشيء كله. يا والله انت قرر، هي كتقول والموظف كيقول والموظف الاخر كيقول وقرر انت. البشر غير ما كيتقضى له المصلحه تيولي عدو هذاك الطرف الاخر. وخصني نحمي انا الموظف، انا متمسك بحمايه الموظف ديالي، وهذا الشيء انا صارم فيه. الموظف ديالي الا دار شي حاجه هذا خصو يقرر الله رحمته، ولكن لا ما دار خصني نحميه ونمشي فيه.